أنا عندي عتب عليك. تفضل. احنا دائما ضيوفنا نسوي عليهم بحث ونشاهد يعني بعض مقاطع فيديوهات اللي ينزلونها عشان نعرف نقيم هذا الضيف ونبدي نحاوره بشكل ناجح. أي. شفت لك مقاطع للأسف يعني لا تليق لذائقة المستمع. اللي هي وهناك مفردات قد تخل بالآداب العامة، يعني لدرجة اني انا ما اقدر اقولها بالاستديو. والله بدي لك فلا شغلة. تسألني شنو. بدي لك شغله فيك يعني تثبت هالشيء عشان بس هي موجودة فيديوهات باليوتيوب، توني شايفها قبل البرنامج بساعتين. اقصد انه عشان اذكرك فيها، هي تطلع بفيديو معك شخص ثاني ايه لايف، واللي يفوز على الثاني ما ادري شلون تصويت، ما ادري. لا بدي لك شغله، انت انسان كويتي اول شيء، والنعم يسلمك. الكلام اللي بنقوله نحن هيدا دائما بالمسارح. لا نفهمها. ايه نفهمها. ممكن. انا عمري الحين دبل عمرك وتزيد فوق 20. الكبر مو بالعمر، بالعقل. اللي اقصده انا فاهم وعارف باللهجات وعارف بالقبائل. حلو وعارف حلو اي يعني حلو. يعني انت الحين تعتبر واحد من عيالي الصغار، من عيالك الصغار. فاليوم انا اعرف انت شو بس تقول. ممكن يكون الكلمه اللي انا اقول لك اياها هي عقله مش تجرح يعني تجرح من يسمعها. انا اعنيها وافهمها. شو هي؟ اكثر منك. الكلمه اللي انا قاعد اقول لك، المفردات التي قد لا تليق لذائقة المستمع. لا تليق ولا لا تليق؟ شنو الفرق؟ الفرق خربتها. لا ما خربتها. بلا لا. باللغة العربية أغطك بالبحر وطلعك ناشف. لا تليق. إيه؟ لا تليق. إيه؟ الكلمة هي التي لا تليق. أنا بتمنى منك شغلة بس. يقول إنه تنطق الكلام صح. بالعكس. هي إشكالية. أنا أتحداك باللغة العربية. تحداني باللغة العربية؟ إيه نعم. الفصحى. إيه؟ تفضل. يلا أنت تكلم وأنا أتكلم. أنت بلش، أنت اللي متحدي. أنا كنت 8 سنوات مذيع أخبار. أنت كنت دائما اللي بيهايط بالسي في هيدا ما عنده إلا زعوي. يعني لا احنا ما نهايط. لا أنت مشحوم، أنا بقصد أنت. إيه؟ شنو مشحوم؟ يعني شو اسمه؟ محشوم قصدك؟ إيه.